ليه العلماء متأكدين إنها خرافة؟ بص يا سيدي، أول سبب بسيط جدا إن المخ غالي جدا بيئيا، رغم إنه وزنه من 2 ل 3% من جسم الإنسان، إلا إنه بيستهلك حوالي 20% من الأكسجين اللي بنتنفسه. يعني التطور مش ممكن يسمح بجهاز بيستهلك كل ده من غير فايدة. تاني حاجة، لما أي جزء صغير من المخ بيتأذي بسبب حادثة أو جلطة بتظهر آثار فورية وكبيرة جدا. يعني لو فعلا 90% مش شغالين، المفروض الناس دي ما تتأثرش، لكن اللي بيحصل عكس كده تماما. وهديك مثال حي على اللي بقوله. خليني احكي لك عن تيري تشيفو، ودي بنت من فلوريدا دخلت في غيبوبة لمدة 15 سنة بسبب سكتة قلبية. نص مخها تقريبا اتدمر، الجزء المسؤول عن الإدراك والوعي، وكانت النتيجة إنها فقدت كل وعيها ومشاعرها وقدرتها على التفكير. يعني حتى لو 50% بس من المخ راح، الإنسان بيفقد ذاته بالكامل تقريبا. فإزاي نقول بعد كده إن 90% مش مستخدمين؟